الفاضل الشيخ عبد الرحمن بن سعيد بن عبد الله العبري، مدير مكتب الأوقاف والشؤون الدينية بولاية الوهلاء، الأستاذ حميد القصابي، الإخوة والأخوات، أيها الأبناء النجباء، حفظة وحافظات كتاب الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسر مدرسة جامع دماح للقرآن الكريم أن ترحب بكم في هذا اليوم في حفل تكريم الفائزين في مسابقة نور القرآن الرابعة، والتي أكملت دورتها الرابعة على التوالي. هذه المسابقة التي عنيت بحفظ وتلاوة القرآن الكريم سعياً إلى دفع الناشئة للاهتمام بحفظ القرآن الكريم تلاوة وحفظاً وتدبراً. وتسعى هذه المسابقة إلى اكتشاف المواهب وتأهيلها في مراحل جديدة لحفظ كتاب الله. فقد انتقلت هذه المسابقة إلى مرحلة أخرى، وهي تهيئة حفظة كتاب الله وقراء كتاب الله بالتلاوات والقراءات المتعددة. وخير ما نستهل به هذا الحفل الكريم آيات من الذكر الحكيم يتلوها الطالب المتسابق محمد بن خالد بن محمد الشماخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. صدق الله العظيم. حفلنا الكريم، لا شك أن حفظ القرآن والاهتمام بتلاوته وتدبره هو نور في الحياة. ومن هذا المنطلق ندعو الشيخ عبد الرحمن لإلقاء كلمة حول هذا لأبنائه الطلبة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وصفينا وقدوتنا وأسوتنا محمد عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته وترسم خطاه إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم أيها الآباء والإخوة الكرام والأبناء النجباء بتحية الإسلام والسلام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحمد الله سبحانه وتعالى على أن وفقنا والتقينا في هذا المحفل الذي أقيم لحفظة كتاب الله سبحانه وتعالى، تشجيعا وتحفيزا وإلهاما من الإخوة القائمون على هذا الجامع لأبنائنا المشاركين في هذه المسابقة بأن يستمروا في هذا العطاء وأن يستمروا في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. وكما تعلمون بأن كتاب الله سبحانه وتعالى هو نبراس حياة ومنهج يسير عليه الإنسان في هذه الحياة، ليس مجرد فقط أن يقرأه الإنسان قراءة عابرة أو أن يحفظ آياته فقط، وإنما عليه أن يتدبر معانيه وأن يعمل بأحكامه. فجميع ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى إنما جاء لهداية الإنسان وإخراجه من ظلمات الجهل إلى نور العلم والهدى والصلاح. لذلك كان ينبغي علينا جميعا ونحن نعتني بكتاب الله سبحانه وتعالى، نعتني به بأنفسنا أو بعنايتنا بأبنائنا حفظا، أن نقيم بين فترة وأخرى حلقات تدبر حتى يفهموا معاني تلك الآيات التي حفظوها. ومع ذلك فإن من حفظ الكتاب العزيز فإنه سينال حفظ الله سبحانه وتعالى. ليس من لم يفهم كتاب الله سبحانه وتعالى بمعنى أنه لن ينال الهدى والصلاح والرشاد من الله سبحانه وتعالى، لا، وإنما بقدر ما يستطيع من جهد وبقدر ما يستطيع من مكنة أن يتعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى بتلك القدرات، والله سبحانه وتعالى سيوفق وييسر درب كل من سلك مسلك الله سبحانه وتعالى في ذلك وأخلص نيته لله سبحانه وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ومع ذلك فإن الإنسان الذي يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى لا بد أن يتعهد حفظه، ولا بد أن يستمر على مراجعة ما حفظه، بجانب أنه يحفظ المزيد والمزيد حتى يحظى بحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى كاملا. تعهده لذلك من خلال المراجعة المستمرة، ومن خلال القراءة في صلواته، ومن خلال أيضا حلقات التلاوة التي تقام بين فترة وأخرى، ومن خلال هذه المدارس التي تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى وتعكف على تنمية حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. كل ذلك سبيل لهذا الإنسان بأن يحافظ على هذا المنهج العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. والخير كل الخير في من يهتم بكتاب الله سبحانه وتعالى تعلما وتعليما وحفظا وتدبرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا لما فيه الخير والهدى والصلاح، وأن يوفقنا وأبناءنا جميعا بأن يحفظوا كتاب الله سبحانه وتعالى وأن يسيروا على منهاجه في هذه الحياة. وكما أن مثل هذه البرامج تحتاج إلى جهد وتحتاج إلى بذل مال، فإن ما يضمن استمرار هذه البرامج وهذه المؤسسات سواء كانت المساجد أو مدارس القرآن الكريم هو ما يكون ريعها مستمرا، ولا يكون ذلك إلا من خلال الوقف. والإخوة في هذا الجامع جزاهم الله خيرا اهتموا بهذا الجانب، فقد أنشأوا وقفا للجامع وأوقفوا أيضا وقفا آخر لهذه المدرسة وما يعلم فيها من علوم
علوم القرآن أو القرآن وعلومه. والآن هم طور إنشاء وقف جديد ولله الحمد، فهذه منة من الله وفضل علينا جميعا. ومن أراد المساهمة والمشاركة في هذا الوقف فهو سيبقى له صدقة جارية بإذن الله سبحانه وتعالى، وهو الذي سيبقى للإنسان بعد حياته. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والتيسير، وأن يتقبل منا أعمالنا الصالحة، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وصالحات أعمالنا، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. نعم المولى ونعم النصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعو الأستاذ محمد رجب لإلقاء كلمة بسيطة لأبنائه تكريما لهم وما قام به من جهد عظيم وما يقوم به من جهد مبارك داخل هذه المدرسة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أيها الإخوة الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله العلي العظيم أن يجمعنا دائما على خير وفي خير. ويعني في البداية يعني نرحب بالجميع، بارك الله لكم جميعا، ونحن في حضرة يعني تكريم هؤلاء الأبطال، هؤلاء الشرفاء، هؤلاء أمل الأمة. نسأل الله عز وجل دائما أن يكونوا في رفعة وأن يكونوا في تقدم، فما أجل من هذه اللحظات الطيبة لهم ولأولياء أمورهم، بارك الله فيهم. ووصيتي لهم المداومة، وصيتي لأولياء الأمور أن يحافظوا على هذه النعمة، فهي نعمة من الله عز وجل، فخيركم من تعلم القرآن وعلمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فدائما من حفظ كتاب الله تبارك وتعالى فهو في معية الله وحفظه، ومن حتى تلا كتاب الله تبارك وتعالى ومن حمل كتاب الله تبارك وتعالى فهو في معية الله عز وجل. فما أجل وأشرف من أن نكون في خدمة الله تبارك وتعالى وفي خدمة كتاب الله تبارك وتعالى. فإن لله عز وجل عباد اختصهم بأن يكونوا في رفعة ومكانة، فهم دائما في هذه المكانة العالية الرافعة، طالما أنهم يتمسكون بكتاب الله تبارك وتعالى، طالما أنهم يكونون في خدمة الله تبارك وتعالى، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فهنيئا لهم في هذا الشهر الكريم، شهر القرآن، شهر الغفران. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والدعوات، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهنا نوجه دعوة للطلبة لمن أراد أن ينضم منهم في مشروع حفظ القرآن الكريم الذي انطلق في المدرسة، وهو حفظ القرآن الكريم في مدة 1000 يوم، فمرحب به، وهم أولى الأشخاص في دخول هذا البرنامج. ندعو الآن الفاضل الشيخ عبد الرحمن العبري لتكريم الفائزين، فليتفضل مشكورا. كان لهما دور كبير في خدمة المسابقة: الأستاذ محمد أحمد رجب، مروة بنت عيسى العلوية. ثانيا، الفائزون في المسابقة: المستوى الأول ذكور، المركز الأول أنس بن سيف بن علي الخصابي، المركز الثاني قتادة بن هلال بن سعيد الشماخي، المركز الثالث علي بن حمد بن علي الريان، المركز الرابع أحمد بن ناصر بن أحمد الهميمي. المستوى الأول إناث: المركز الأول سما بن سلطان بن علي النبهانية، المركز الثاني الطاهرة بن ناصر بن أحمد الشريفي،
المركز الثالث مريم بنت علي بن عبد الله التميمية. المركز الرابع رئام بن سيف بن علي القصابية. المركز الخامس بيان بن هلال بن خلف الشريفية. المستوى الثاني يقول المركز الأول اليمان بن هلال بن خلف الشريفي. المركز الثاني أحمد بن سيف بن علي القصابي. المركز الثالث عبد الله بن موسى القصابي. المركز الرابع عبد الله بن حميد بن عبد الله الركن. المستوى الثاني إناء. المركز الأول أمد بن عبد الله بن علي التميمية. المركز الثاني إسراء بن تيمور بن محمد محروفية. المركز الثالث شمانة بن هلال بن حماد القصابي. المستوى الثالث المركز الأول ياسين بن أحمد بن علي الخلفي. المركز الثاني مازن بن عامر بن علي الهنائي. المركز الثاني محمد بن خالد بن محمد الشماوي. المركز الرابع الجلدة بن أحمد بن سالم